انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو. انا دلوقتي اقدر اقول لك حمد لله على السلامة، نورت يا امه يا حبيب قلبي. يا ابني وانا معاك بقالي 5 شهور، بس هي دي اللحظة اللي انا كنت مستنيها، اول جون تجيبه معانا. كان جون جميل، جامد يا امه يا حبيب قلبي. بس انا كده كده متألق من ساعة ما جيت برضه. بص يا ام، عشان نحط النقط على الحروف، حتة ان انت متألق دي ما تأكلش عيش، مش عايزينها. يعني ايه؟ يعني ايه قفوش؟ مش فاهم. يعني كده كده كله متألق، احنا عايزين السوبر، مرحلة ما بعد التألق، عشان تاكل عيش في الاهلي ده زي ما جبت جون كده بالظبط. عايزك بص تلطيش هوبا جون من ال 18، جون من ضربة الجزاء، تخش كده زي الصاروخ وتاخد وتدي في الشبكة كده. ما تقلقش يا عفوش، اخوك مجرم برضه، سفاح، رجلي طرشة ومش بايع على الدنيا. وعايزك تركز، سيبك من الانستجرام وما تتفرجش على اي حاجة لونها ابيض وفيها خطوط حمرا. انت فاهم قصدي؟ يا جدعان قلنا فوتوشوب يا جدعان، هنمشيها لك فوتوشوب عشان الجون اللي جبته يا امان. بس اسمع الكلام. حاضر، اللي جاي تألق وبس، عشان اوريهم الاسد من تاني. هو ده، عايزك تاخدني كده قدوة قدامك وتعمل زي، اتعلم من قدوتك قفوش. هنبتدي نخيب بقى، ولا نسيت القضية يا قفوش؟ افكرها لك يا قفوش، انا معاكوا دلوقتي يا قفوش. صحيح انت معانا دلوقتي. اهم حاجة التركيز، وحافز ما يقفش. بمناسبة حافز ما يقفش يا قفوش، كان عندي سؤال رفنع كده، هو انتوا بتجيبوا الحافز ده منين؟ وايه اللي بنجيبه منين؟ لا يعني بجد عايز افهم يعني. انا من ساعة ما جيت وكل ماتش 3 في 4 في 5 ما بحسش بأي خطر، بأي منافسة، دايسين على وش الكل. ما ده الطبيعي يا اسطى، ما الاهلي طول حياته كده. بتجيبوا منين بقى الحافز للمنافسة في ظل انعدام المنافسة؟ انا مش فاهم منك حاجة. ما يعني انا مثلا قبل كده زمان كنت متعود على حرب، ضغط نفسي وعصبي كده عشان تكسبه يعني، عشان ما نهبطش. بتبقى داخل الماتش كده مش ضامن انت هتكسب ولا هتشيل قبح، حتى لو بتلعب فرقة درجة تانية بتبقى نازل حاطط ايدك على قلبك كده، ومن هنا كان بيأتي الدافع. انما في الاهلي الله اكبر، انت بتبقى كسبان من قبل ما بتلعب، تحس كده الماتش بيبدأ 3-0 للاهلي. انت شكلك كده هتاخد معانا حبة وقت يا امه عشان نفلتر لك دماغك القديمة دي خالص. انت هنا بتاخد دافع منين؟ مش عارف اقولها لك كده، اللي هو من الافتراء، افتراء كده اللي انت عايز تاكل اللي قدامك. انت كده كده هتاكله وهتكسبه، بس انا مش عايز اكسبك عادي، عايز ادوس على وشك، اخليك تمشي في الشارع كده كله عارف ان انت قابلت الاهلي امبارح، باين على وشك. يا ساتر يا رب. وتقدر تعتبر الحاجات دي كلها تدريبات، تمارين، عشان يوم ما ننزل المنافسة بجد نكون قد التحدي. اللي هي ايه المنافسات اللي بجد يعني؟ المنافسات اللي بجد دي قصاد الفرق اللي بتلعب كورة بحق وحقيقي. نلعب ريال مدريد، بايرن ميونخ، تلاقي الناس كده مترددة مش عارفة مين اللي هيكسب، بيبقى في منافسة بين الأهلي وريال مدريد مثلا يعني. ده ليفل تاني ده فوق، انت بتتكلم عنه عادي كده، انا مش قادر اتخيله حتى. هتتخيله يا اسطى، هتتخيله وهتعيشه كمان، وهنروح بعيد ليه؟ كلها شهر ولا شهرين وهتلاقي نفسك قدامهم فيس تو فيس. يعني هلاقي نفسي قدام بيلينجهام وفينيسيوس فيس تو فيس كده؟ لا، اصلا ريال مدريد مش منافس، حاجة على قد الايد كده زيه زي الزمالك. هنخش على اللي بعده، الست. دماغي هتتفرتك يا اسطى، وتفتكر هننفسهم يا قفوش؟ وهندوس على وشهم كمان يا قفوش. اعقل الكلام يا ابني، ما انا عقله، انت بس اللي مش مدرك انت فين دلوقتي. اعذرني يا اسطى، مش متخيل اني من سنة كنت بهلل عشان اكسب غزل المحلة، ودلوقتي بحلم العب السيتي واكسبه كمان عشان انت في اعظم فريق في الكون، في النادي الاهلي.